الخصم هو الحكم، هو السيد. مش معقول أن وزير الدفاع هو اللي هو رأس ورئيس الهيئة القضائية العسكرية، هو رأسه، هو اللي يرقي، هو اللي يعاقب، هو ومن بعد نجي هو خصمي وهو اللي يحكم عليه. هذه محاكمة غير قانونية أصلا، غير قانونية، لأنها أيضا تأست النصوص ما عندها حتى علاقة. هذا السيد عمل تصريح، ثم المرسوم 115 عمل تصريح صحفي إعلامي. 3 مظلمة حقيقية. همش يقلقني في العملية أنا هذه، مش التعسف والاضطهاد. أولا كان لازم يتحاكم قدام القضاء العدلي بنصوص تنطبق بالحق، وأيضا يلزم نفهم مسألة، نوليش اللي حاجتي به اما نعديه على بعض قضاة، بعض في النيابه العموميه وبعض قضاة التحقيق، وبعد يتعدى لي دائره اتهام 13 دون غيرها وياخذ هكا الريزو. وكان قبل عملنا هكا بن علي، وعملنا هكا التكاري، وعملنا هكا لطفي دواس، يجي عند قاضي التحقيق الفلاني ويمشي عند الدائره الفلانيه في الابتدائي ويطلع لدائره الاستئناف الفلانيه وهكاك اللي حاجتهم به. اليوم القضاء واستقلاليه القضاء راهي مسألة جوهرية، لا ثورة ولا تقدم ولا ديمقراطية ولا انتخابات ولا بناء مؤسسات دولة ولا نظام جمهوري ولا دولة مدنية بدون قضاء سيد مستقل. وهي هنا المعركة والمفصل. فهمتوش علاش اليوم النهضة وكتلتها رفضت في المجلس التأسيسي أنه يقع المصادقة على القانون المنظم للهيئة المؤقتة العليا للقضاء. ليش؟ باش يبقى سي نور الدين البحيري يخدم لنا بالمذكرات، والا يجيب لنا كالجثه اللي اسمه مجلس على القضاء نتاع بن علي، اللي كان سي نور الدين البحيري وكنت انا معاه ناقف في الجلسات العامه نتاع المحامين ونقولوا هذاك راهو يد الديكتاتوريه، هاو جاب لنا يد الديكتاتوريه نور الدين البحيري نتاع بن علي باش عين القضاة اللي حبهم فين حبهم بمذكرات. ما هوش عندنا هيئه تضبط لنا الحركه وتسند الخطط، لانه يعرفوا اليوم انه يلزم يسيطر على القضاء، لانه هذاك ضمان تضمانات، واليوم هذا يتضرب. اللي صار نرجع لايوب، اللي صار في حقه مظلمه، طرق لطور الفضيحه، مظلمه ما يلزمش تسكت عليه، مش في الترفيه في العقاب بركه، مش تنكيل الوظائف والاوسمه ومنع من السفر و ليش؟ مع العلم كان قرار سياسي ومحاكمه سياسيه من الاول. تتذكروش ثم قيادي في الحزب اللي كان فيه ايوب قال لا تو ما يسالش من بعد الرئيس الجمهوريه باش يعفوا عليه؟ تذكروا هاشي قبل القضاء. يعني هذوما بالنسبه لهم نفس الوضعيه القديمه. ايوب تعرض للمظلمه، طرق لطور الفضيحه، واليوم السكوت عليها هو مشاركه فيه. لذلك مدعوين كل مكونات المجتمع المدني، كل احرار البلاد، كل القضاة الشرفاء يلزم يقولوا إياكم أنكم تحولوا ساحات المحاكم إلى ساحات من جديد لتصفية الحسابات السياسية. يا سيدي هذا أعطى تصريح خاطئ، رد عليه بتصريح، رد عليه بكتاب، رد عليه ببيان، رد عليه بمقال، وانتهى الأمر. الفكرة تواجهها فكرة والموقف يواجهه موقف، وإلا طبق عليه القانون لازم ينطبق عليه اللي هو المرسوم 115 وأمام محاكم العدلية، ما هوش أمام محاكم العسكرية. نولوش كي مصر بعد اغتيال السادات عندنا احكام عرفيه، وسي حسني مبارك اللي ما يعجبوش في القضاء العدلي لانه قضاء فيه برشا استقلاليه يتاجوا القضاء العسكري. يظهر لي يا جماعه باش نولوا هكا. باقي نمشي معك في اجواء المفارقات كما حكينا قبيله سي شكري، يعني قضيه هذه محاكمه ايوب المسعود.